ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. بصوا هنا النهارده بقى جايبه لكم اليوم بتاعي كده من اوله. كنا هنا بقى بالليل، كانت الساعه 1 بالليل يا جماعه. كان بابا بقى رايح الشغل واخواتي كانوا قاعدين لوحدهم، فقال لي خلاص تعالي بس بقى معاهم علشان خاطر ايه، علشان خاطر يعني ابقى مطمن عليهم وكده. وكان يعني قال لي بقى انتوا احنا في عيد وكده فايه تعالوا سهروا معاهم وكده. فالمهم رحت انا ايه، رحنا انا وكريم، فروحنا جبنا بقى، قلنا ايه نجيب جبن وحاجات عشان خاطر ايه لزوم بقى السهرة ونشوف بقى هنعمل ايه يعني نعمل اكل ايه والكلام ده كله. فقلت له خلاص هات لنا جبن وهات لنا فينو. دخل هو سبينس زي ما انتوا شفتوا، جاب جبن من هناك وجبنا بقى الفينو. ورحت بقى انا اول ما رحت ايه، قطعت بقى كده البطاطس. حبيت ان انا اوريكم اليوم كله. بصوا اليوم كله يا جماعه كنت يعني ايه، عارفين انتوا العيد اللي هو ايه، احنا ما بنعملش بيه حاجه غير ان احنا بناكل بس. والله حسيت ان احنا فعلا بناكل. المهم ان احنا اليوم ده كده كنا بالليل. ابتديت ان انا كده امسك بقى كده البطاطس اقطعها كده ايه، تحمير علشان خاطر كندا. احنا جايبين جبن وكندا ما بتحبش الجبن، بس كنا جايبين لها لانشون. فقلت برضه ايه، هي مش هتاكل لانشون بس، فهتاكل برضه ايه بطاطس برضه معاها. ماشي يا جماعه، فتاكل برضو ايه، بطاطس معاها. فروحت برضو ايه، رحنا عملنا ايه البطاطس. بصوا والله يا جماعه فكره ان انتوا تروحوا عند اهاليكوا كده بقى مع جوزك واخواتك برضو في نفس السن، بتبقى حلوه قوي. بتبقي بتغيري جو وبتقعدوا. قعدنا مع بعض سهرنا وقعدنا اتفرجنا على افلام، كنا جايبين معانا الفلاشه. كان يوم حلو قوي يا جماعه. فانتوا برضو ايه، حاولوا برضو ان انتوا يوم، برضو مش هقولك في الاسبوع، يوم في الشهر. ده اصلا اليوم دوت يعني بالنسبه لكريم ما بيجيش عندنا يبات. ممكن اليوم دوت ممكن يحصل كل قد ايه، كل عيد مره، وممكن ما يحصلش اصلا يعني. هو ممكن يجي عادي ان هو يجي يزورنا، يعني يزور بيت ماما هنا في البيت، لكن ما يباتش يعني. لكن بقى لما قعدنا مع بعض كده كان يوم جميل والله. انا حبيت جدا اليوم، وحسيت كده اللي هو ايه، متجمعين كده بقى وقاعدين، فحبيته يعني. المهم كده بقى ايه، خلصت بقى قلي البطاطس وابتديت بقى ايه، حطيت الطاسه بتاعتنا الجميله شبيهه لطاسه ام خالد. تمام. طبعا احنا زي ام خالد ما نستغناش عن الطاسه دي ابدا 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 يعني. طبعا بهزر معاكم يا جماعه، ان شاء الله ربنا يرزق ونجيب واحده عادي يعني. المهم كده بقى رحنا ايه، نزلنا كده بالبطاطس، وهبتدي بقى ايه عقبال ما البطاطس تتحمر ابتدي بقى ايه ان انا اقطع كده اللانشون كده والجبن والحاجات يعني اعمل بقى السندوتشات. مش لسه هنخرج بره ونعمل، لا انا كنت حابه ان يعني السندوتشات دي يعني الفينو وكده احط، يعني احط الحاجه فيها وتبقى الحاجه ايه، جاهزه على طول، فاهماني؟ فطبعا كده عملنا بقى ايه، كنا جايبين جبنة رومي ولانشون، وجبنة بيضة اللي هي الجبنة المزبدة دي. بحبها قوي يا جماعة، بحبها بجد. انا اي نوع جبنة حادقة انا بحبه، بس ما اكلش ابدا اي نوع جبنة اللي هي تبقى عدمة. لا انا بحب الجبن الحادقة. وبحب جدا الجبنة اللي هي بيقولوا عليها مزبدة كده، اللي هو عاملة زي الزبدة. دي برضو بحبها قوي. وقطعت بقى كده قوطة وعملنا كل العيش. يعني انا عايزه اقول لكم اليوم ده كنا جايبين ب30 جنيه فينو. طبعا كان احنا مش كتير يعني، اخواتي 2 وانا وكريم، بس ما كانش في حد تاني. بس انا قلت له بص انا جعانه جدا، هات عشان انا هنقض على الاكل. بس عايزه اقول لكم ان انا ما حصلش كده خالص، لا بالعكس انا اكلت يعني مثلا سندوتشين والبطاطس وكده وتمام يعني. الدنيا كانت تمام، ما بس اللي هو إيه، عارفين انتوا الاحساس بالجوع هو اللي حسسني ان انا ايه، ممكن اكل ب30 جنيه عادي يعني. بس هو قال خلاص ماشي مش مشكلة هنجيب وكده كده اصلا. لما نصحى الصبح برضو ايه، هناكل منه، فاهميني؟ المهم كده بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين، خلصت بقى كده كل السندوتشات اللي معايا، وهبتدي بقى ايه، قلت لهم ايه، ماما انتوا عندكم بيض؟ قالت لي اه. يعني ماما عندها الفراخ فبتطلع بيض بلدي بقى، فالله انا بحب البيض البلدي قوي. طب خلاص هاتي بقى. جبت كده اسمها ايه، ولعت النار وجبت بقى الطاسه الجميله كده الحلوه، نفس طاسه برضو ام خالد.
وهحطها على النار كده، وهبتدي انزل عليها بمعلقه سمنه وهعمل برضو بيضتين كده حلوين علشان خاطر ناكلهم يعني معانا. كانت الطاسه سخنت جامد فاهمين. فحطيت بس بيضتين علشان خاطر تلاتة، يا ما حطيت تلاتة علشان خاطر ما يبقاش اسمه ده، ما يبقاش ما يبقاش الاكل كتير يعني ويقعد كده. بقى كنت خلصت كده البيض زي ما انتوا شايفين، وحطيت بقى ملح، وحطيت الفلفل. لا حطيت ملح بس ما كانش فيه فلفل. وهنا بقى كمان طلعت بقى البطاطس بقى. بصوا البطاطس تحمير جميله ازاي. قعدنا عارفين اللي هو يسلينا فيها كأن يعني زي الشيبسي كده بالظبط. احنا اصلا كنا كمان جايبين شيبسي يعني. المهم طلعناها كلها كده اهو زي ما انتوا شايفين. والبطاطس التحمير يا جماعه والله بتبقى حلوه قوي لو انت كمان نقعتيها قبلها، نقعتيها في ملح بقى وخل، بتبقى جميله قوي ومقرمشه قوي. وكمان بقى لو انت مثلا طلعتيها نص سوا ورجعتي حطيتيها تاني. بس كده يا جماعه طلعت بقى كده البطاطس. وبعدين عايزه اقول لكم بقى ان احنا كنا الوقت هنا بقى متاخر جدا، شغلنا بقى فيلم وقعدنا بقى اكلنا. فزي ما قلت لكم اللمه بقى حلوه يا جماعه، اللمه حلوه. هنا بقى حطيت بقى الاكل كده على الترابيزه، وقعدنا بقى هنا كنا متجمعين كده بقى زي ما قلت لكم على الفيلم. فحاولوا ان انتوا تتجمعوا برضو، التجميعه دي حلوه يا جماعه. بس هي طبعا كان ناقصها ماما وبابا والكلام ده كله. آم، فكان ناقصها يعني. المهم كده زي ما كده خلصنا. هنا بقى كانت اختي دخلت بقى قالت لي خلاص احنا خلصنا الاكل، انا هخش اغسل مواعين. والله يا جماعه جايبه لكم اليوم زي ما مشي بالظبط، يعني زي ما اليوم مشي انا جايبه لكم. احنا هنا كلنا، وبعد ما كلنا غسلت هي المواعين، وبعد كده دخلنا نمنا. هنصحى بقى الصبح هنحضر برضو الفطار، هجيب معاكم الفطار. ما عملناش اي حاجه في الشقه، الشقه كانت نظيفه ما فيهاش اي حاجه تمام، هي بس المواعين. وكانت ندى برضو بتعملهم. ندى يا جماعه باينه علشان خاطر هي مش محجبه، ندى مش محجبه، فعادي يعني ان ايديها تبقى باينه كده. المهم ابتدينا بقى تحط بقى كده تغسل كده المواعين وكده. قلت لها بصي يا ندى والنبي انا مش قادره اغسلهم، خديهم اغسليهم وانا هصورك. بصوا بوريلكوا ان هي يعني بشعرها مش محجبه. ابتديت زي ما انتوا شايفين كده، ابتدت هي بقى تغسل كده بقى المواعين. حاجه حلوه يا جماعه والله، اللي هو ان احنا نساعد بعض. اللي يعمل الاكل، اللي يغسل المواعين. المساعده حلوه يعني. المساعدة حلوة، انا بحس ان المساعدة حلوة. يمكن انا بحس بالتعب ده في بيتي لان انا اللي بغسل المواعين، وانا اللي بعمل الاكل، وانا اللي بروق، وانا اللي بحضر اكل الكنده، وانا اللي اعوذ بالله طبعا، اعوذ بالله من كلمه انا طبعا. بس انا مش قصدي يعني، انا بقول لكم انا اللي بعمل كل حاجه، فبتعب جدا في بيتي. لكن لما ببقى عند ماما آه بحس ان لا الموضوع اسهل يعني. المهم هنا بقى كده صحينا الصبح وبنعمل الفطار. هنا طبعا كنا ده قطعت هنا كان هتعمل لنا فول وقوطه. قطعت بقى بصل وفلفل وثوم والقوطه كده مقطعاها صغير، كله بيتسبك مع بعض، وهتحط عليه الفول. انا وريتلكوا بس علشان خاطر بصوا زعلانه قوي علشان في مقاطع برضه ضاعت مني مش عارفه. بس هي الفكره ان حبيت ان انا احط المقطع ده عشان اوريكم بس الفكره ان هو بمجرد ما يتسبك هي هتنزل عليه بس الفول وكده يكون خلص. وهنا بقى ابتدينا كمان جبنا بقى عجينة طعمية، هنعمل الطعمية. ده بقى يا جماعة كان تاني يوم الصبح. احنا كده صحينا وبنعمل كده الفطار. عملت فول بقوطة وعملت الطعمية. هنا عجينة الطعمية برضو كنا بننزلها. مش بعرف اعمل عجينة الطعمية دي يا جماعة، يعني مش بعرف اعمل الطعمية في البيت. بس انا لازم اجرب والله العظيم، يعني لازم اجرب علشان حسيت ان هي طعمها حلو. انا ازاي مش بعرف اعملها؟ فكرة ان الواحد ما يعرفش يعمل حاجة دي لا صعبة. فلازم يعني ان انا اجربها يعني. هي مش صعبه ولا حاجه يعني، عادي. بس والله لا انا عايزه اجرب فكره اني بلاش بدل ما اجيب الطعميه من بره والكلام ده كله، ما انا اعمل يعني اشوف موضوع العجينه دوت واعملها. فان شاء الله برضو هنعملها مع بعض. بس زي ما انتوا عارفين والله يا جماعه انا غصب عني موضوع فعلا ان انت بتعملي حاجه البيت والشغل وكده، مش مخليك ان انت تعملي اللي هي الرفاهيات، او ان انت اللي هو انا لسه هقف اعمل طعميه؟ طب ما انا اجيب طعميه على طول واخلص نفسي.
لكن لو انا قاعده في البيت بقى ما ورايش حاجه، اكيد ممكن ان انا، لا ده ممكن اعمل العجينه ذات نفسها في البيت، يعني مش هستنى مثلا ان انا اشتري عجينه من بره. دي كانت تاني طاسه يعني يا جماعه، انا لحقتها في تاني طاسه وهي بتعملها، قلت لها هاتي ايه لما اصورك يعني وانتي بتعمليها بتبقى حلوه يعني. كانت كده بقى، خلصت كمان الطعميه وراحت طلعت برضو ايه، طلعت البطاطس. برضه كنا قالين ايه بطاطس، احنا عارفين انتوا اللي هو البطاطس دي يا جماعه اللي هو ايه، لازم على كل اكل لازم تلاقي بطاطس محمره، لازم، ما ينفعش اكل كده من غير بطاطس محمره. خلصنا كده وطلعت بقى كده ايه البطاطس، وبعدين ايه كان في بقى بتنجان، رحت قلت لهم ايه والله هاتوا اقليه لكم واعمله لكم ايه بدقه. طبعا زي ما انا قلت لكم الدقه دي انا يعني عملت معاكم قبل كده اللي هي دقه البتنجان المخلل، اللي هو انا اصلا بقلي البتنجان وبحط الثوم والفلفل، وبحط معاهم حبه ملح وخل والليمون بس، هو ده بس يعني بفتح البتنجان، هو ده بس اللي انا ايه بعمله. ده كان فطارنا يا جماعه الصبح. تمام، شفتوا اليوم ماشيه معاكم واحده واحده. الشاي بقى كمان بابا حبيبي عمل لنا الشاي، بعشق الشاي بلبن بابا. كان في بقى بقيه الجبنه الرومي واللانشون بتاع الصبح والكايزر والجبنه والفول والبتنجان، حطينا بقى كل الاكل كده زي ما انتوا شايفين. وفي بصوا الفول ابو قوطه يا جماعه كان عظمه، وكان حراق حلو قوي. المهم بقى ايه، ما جبتش معاكم الغدا، ما جبتش معاكم الغدا ليه، نسيت وكنت نمت وكده، فما جبتش معاكم الغدا. الغدا بابا جاب اكل من بره، جبنا اكل من بره، جبنا فراخ وكده من بره. طبعا اتغدينا وجينا بقى، روحت بقى هنا بقى، انا روحت يا جماعه كانت الساعه يعني، روحت بدري يعني، انا كانت روحت مثلا كانت بعد العشاء، بعد ما اتغدينا على طول روحنا. وهنا بقى كانت الساعه 1، فطبعا احنا جوعنا، فقلت خلاص قلت لكريم خلاص بقى هات معاك اسمه ده فينو، وهعمل ايه، هات لنا فينو وانت جاي، عشان خاطر لو حبينا نتعشى بالليل او كده. وانا بقى اختكم تحب تتعشى قوي قدام الافلام. المهم كده النوع البرجر اللي انا وريته لكم ده حلو قوي يا جماعه، جربوه. شيكاتيتا ده يعني انا كل فتره بغيره، بس ده يعني حسيت ان هو كويس يعني، دي تاني مره اجيبه او تالت مره. بس انا ايه بحب ان انا اجرب كذا نوع علشان اشوفه ايه النوع الاحسن وايه واجيبه يعني، او يبقى عندي كذا نوع مثلا 3 4 انواع، عشان ساعات انا بروح ما بلاقيش شيكاتيتا ده اصلا. ف... فده نوع من الانواع اللي هي ايه الحلوه. جبت كده، ابتديت اجيب بقى كده الفينو عقبال ما البرجر كده ايه يستوي، وابتديت كده ان انا ايه اعمل الفينو. عايزه اقول لكم ان ده يوم الفينو العالمي مش عارفه ولا ايه، كلت كميه فينو اليوم ده مش قادره اقول لكم، اصلا انا تخنت انا عارفه والله، بس ان شاء الله هخس يا جماعه هخس. المهم بحب قوي بقى ان احنا ناكل البرجر كده جنب قوطه، جبت بقى كده قطيتين وابتديت ان انا اقطعهم كده شرايح علشان خاطر يبقوا ايه متحطوا كده في السندوتشات كده. بصي طول ما انتي مثلا حاطه حاجه على النار، انجزي بقى في حاجات تانية عشان ايه تنجزي وقتك كده. هنا بقى كمان كان عندي بقى كده الكاتشب ده حلو قوي يا جماعه، على طول بجيبه يخلص اجيب غيره، وبيقعد معايا كميه كبيره قوي يعني، بيقعد معايا كميه حلوه. المهم هنا ابتديت بقى ان انا ايه آه البرجر استوى يعني اتحمر، فروحت لفيته على الوش التاني. تمام، هنا طبعا كده بقى فات عليا النور عادي جدا، النور كده ده احلى كده. البرجر كان خلص، وحطيت برضو 2 كمان. عايزه اقول لكم 6 هم عملوا لي الكميه دي كلها. انا بحبها طبعا، هو مش كايزر عشان خاطر احط البرجرايه كامله، فحبيت ان انا ايه اقطعه كده. فتحت بقى كده الفينو وابتديت ان انا احط ايه احط كده البرجر طبعا مع مثلا، انا ما كان يعني عارفه عارفين عشان العيد وكده، فما كانش عندي اللي هو الكابوتشا، لكن لو كان عندي الكابوتشا كنت برضو ايه حطيتها. انتي بتحطيها بقى مع الكاتشب مع الزيتون، حطيت كمان زيتون فحلو يعني. كده خلصت بقى كده كل السندوتشات كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، وحطيت كمان بقى بيبسي. وكان فيديو كده النهارده معايا خلص، استنوني في فيديو جديد، يا رب يكون عجبكم. مع السلامه.